لما الجنجويتي يصل لمرحلة يعمر سلاحه، يوجهه في نفسه ويغط في راسه ويطلق طلقة يجخم نفسه خوفا من انه يقع في يد الجياشة. بالضبط ده اللي حصل في معارك جبال دلنج. في جبال دلنج في مناطق الوئرة ده الجيش نسب أعظم فخ في التاريخ للميليشيات، خلى الميليشيات لما ينتهروا صلاتك على النبي وشيرك ولايكك ما تنسى المطابق الاكسبلور. خليني أبدأ أقص لك قصة المعركة دي. بعد انتصارات الجيش في هبيلة وفك حصار الدلنج، ميليشيات حاولوا إنه يخنقوا مدينة الدلنج عبر بوابة هبيلة، وشنوا هجوم تلو الآخر أكثر من 3 موجات انتحارية، والجيش كسر الدش في يده لأنه عنده الغبر مسبقا. وآخرهم عمل أعظم فخ في التاريخ. كلكم عارفين في جبال الدلنج الوعرة نسب القوات المسلحة السودانية فقه العظيم من فكرة كلية الحربية، وتحركت قوات الجيش بحرفية عالية وحاصروا قوة بتاعت ميليشيات القادمة من اتجاه الحبيلة. وجدوا المتمردين أنفسهم بين فكي كماشة القوات المسلحة السودانية وكماشة التيران، الجبل خلفهم والنيران الجيش أمامهم والتيران بفوق منهم. ما وجدوا طريقة إلا جزء كبير من الناس ده اللي ينطهروا، والباقي رفعوا يدينهم واستسلموا. أكثر من 250 ميليشي بينهم 15 ضابط و15 عربية قتالية بكامل آتادها ورجالها خضعت لإدارة قوات المسلحة ولإرادة الشعب السوداني لتعلن الدلنج إنها أسية لا للانكسار. جنجويتي جبان يقتل نفسه خوفا من قوات المسلحة، زلزلوا الأرض وقلوبهم. أسمع الجنجويت قال شنو بعد سقوط حبيلة وفك حصار دلنج الأهل النوبة. قالوا مشتركة سم الحركة الشعبية، فلانجاي يلاقي فلانجاي، ناس بلموا 10,000 وبغنوا وبشربوا مريسة وبفروا. أمباي يلاقي أمباي، الغت مننا ادينا الأنبايات قيمة. أنا آسف جدا على وحشية العبارات دي، لأنه الكلام دي ما كلامي أنا كود الفاشر، لكن ده مقتبس من بوستات الإعلاميين التابعين للدعم السري وشخصيات معروفة في إعلام الجنجوي. ودي بيأكد لك قباسة بتاعت جزء من أبناء جدتنا السياسيين اللي تابعين للحركات. ذات الجندي اللي شايل سلاح باسم الحركة الشعبية، وذات الجندي الشايل سلاح باسم حركة التحرير مع الجنجويد، والآمن نفسه بهارب في دولة 56 وساهم في تجويع أهله ومجتمعاته، وكل ده تنفيذ أوامر من زول قال له أب أمباي وبقول له فلانجاي يلاقي فلانجاي. الموجود في الحركة الشعبية والموجود في الجيش والموجود في الحركات مع الجيش والموجود مع الحركات في الجنجويد، كلكم في نظر الجنجويد أمبايات وفلانجايات وأبيد تستحقوا الموت. أبناءنا الجارين ورا السراب، خلف عبد العزيز أحدم الحلو، وخلف صندل، وخلف كثير من الفلانجايات. ما سألت يوم وما خطر في بالكم ولو مرة لحظة إنه المواطنين دائما بيحتفلوا مع الجيش في أي وقت التحرير، خاصة ناس بيشبه أشكالكم ده. ما شفتوا صداقة الاحتضان دائما في أي منطقة بيحررها القوات المسلحة؟ ولا يوم ما شفتوا أي منطقة أنتوا بتدخلوا فيها الناس بينزلوا وبمشوا؟ أكتر شيء غريب شفته في فك حصار الدلنج إنه أبناءنا ما رادين الحرية دي لأهلنا، إنهم هاخدين ليه الحرية دي ذاته جات من الجيش وجات من المشتركة. اتشبعوا في خبلية وبقوا أبيد لآلي دقلو والجنجويد لدرجة إنهم ممكن يبيدوا أهلهم لإرضاء غرورهم وأسيادهم. أبقوا عافية.